من فترة كده كان في ترند مولع على الفيسبوك، ترند عن الكلاب الضالة اللي بتهاجم الأطفال وتعورهم وساعات بتسبب لهم عاهات مستديمة، وناس تانية بتقتل الكلاب دي بدافع الحماية أو حتى من غير سبب مقنع. وطبعا كالعادة الدنيا بتولع ما بين الفريقين، ناس بتدافع عن الكلاب بحرقة جامد، وناس تانية بتدافع عن حق الطفل انه يمشي في الشارع من غير ما حاجة تهبش رجله، وفي فريق تالت كده عاق. بص، هو مش تبع حد، بس هو بيحب يستفز الفريق الأولاني من غير سبب. لا، دول موجودين على طول، ما تفكرش. وفي وسط المعركه دي بقى بتظهر ست كده في منتصف الثلاثينات، غلبانه والله، يعني ربنا يبارك فيها، وبنبره حنونه بعد ما تدعي طبعا على كل شخص بيأذي روح بريئه، بتسأل سؤال يعني بيخصنا كلنا الحقيقه. بتقول ببساطه: يا جماعه، هي الدوله فين من اللي بيحصل؟ فين القانون؟ ازاي ما فيش عقوبه للناس اللي بتقتل الحيوانات البريئه اللي في الشارع دي؟ الناس دي لازم يتحط لها عقوبه وتكون شديده كمان. بس اللي هي ما تعرفوش، واللي انت كمان ممكن تكون ما تعرفوش، ان في فعلا نصوص في قانون العقوبات بتجرم قتل الحيوانات المستأنسه والمسالمه، وبتعاقب عليها بالحبس كمان. بس الغريبه ان النصوص دي تقريبا ما بتطبقش خالص. وهنا الست دي يعني بعد ما تقول لها المعلومه دي طبيعي هتسال ليه، واحنا هنا كمان المفروض اننا نسال معاها ليه قانون زي كده ما بيشتغلش؟ وليه اصلا لازم نستنى قانون يحمي كائن ضعيف؟ هل الكلب البلدي اللي نايم على سقف العربيه ده لازم يبقى له قانون مخصوص عشان ما نسموش ولا نخبطه بحاجه؟ يعني ما نعرفش نبقى محترمين من نفسنا كده؟ يعني ممكن دلوقتي حد يجي ويزعق لي ويقول لي: كلاب ايه ونصوص اللي بتتكلم عنها؟ انت مستوعب انت بتتكلم في ايه يا تافه؟ الناس حرفيا بتموت بعضها في الشارع وانت جاي بتدافع لي عن كلب. يا عم اصبر عليا، الكلب ده ما هو الا مجرد مثال بسيط، اسقاط انا بعمله عليك صراحه، يعني عليك وعليا وعلينا كلنا، فما تاخدهاش على صدرك قوي كده واسمعني للاخر. انا عمرو جميل وده على الورق. عشان نفهم إجابة الأسئلة اللي فاتت دي محتاجين الأول إننا نجاوب على سؤال بسيط: هي أصلاً القوانين بتيجي منين؟ مين اللي بيحطها؟ المفروض إن الدولة بمفهومها الحديث بتتقسم معانا لثلاث سلطات أساسية: تنفيذية أو الحكومة، تشريعية وده البرلمان اللي بيحط القوانين، وقضائية ودي بقى المحاكم اللي بتنفذ القوانين. يعني ببساطة الدولة بتحط القانون وتحكم بيه وفي الآخر بتنفذ الحكم. لكن ده ما كانش الوضع زمان. في كتابه الدولة المستحيلة دكتور وائل حلاق اتكلم عن الجزئية دي بشكل خاص. قال لك إن في عصر الخلافة أيام الدولة الإسلامية ما كانش فيه السلطة الثالثة بتاعة التشريع دي. أو بمعنى تاني ما كانش تشريع القانون بيجي من فوق من سلطة مركزية ثالثة زي البرلمان مثلا، وده لأن المصدر الرئيسي الوحيد كان هو الشريعة الإسلامية اللي فرع الفقه فيها بيكون ناتج من أقوال العلماء والمشايخ. العلماء والمشايخ اللي كانوا بيطلعوا المذاهب والفتاوى بتاعتهم من قلب الشارع، من قلب الحالة العامة للناس، مش من مجرد مكاتب في البرلمان، بل وكانت أحكامهم وفتاواهم بتختلف باختلاف المكان والزمان، بل وكمان من مذهب لمذهب، زي مذهب الإمام الشافعي والإمام مالك وعشرات الأئمة التانيين اللي مذاهبهم ما وصلتناش. وبالتالي فلو صدرت فتوى مثلا من الإمام الشافعي في بغداد وطلابه اتعلموها منه، واحد منهم في المستقبل بقى قاضي شافعي، فببساطة هو يقدر يحكم بفتوى الإمام الشافعي. الحاكم ما يقدرش يقول له إيه الحكم اللي أنت حكمت بيه ده، لأنه ببساطة هيقول له أنا بحكم حسب المذهب الشافعي. على الناحية التانية في المدينة وقبلها بعشرات السنين هتلاقي الإمام مالك مطلع فتوى مختلفة تماما عن فتوى الإمام الشافعي، وطلابه برضه واخدينها منه. ولو واحد فيهم كبر وبقى قاضي برضه يقدر من غير مشاكل إن هو يحكم بفتوى الإمام مالك، الإمام اللي ملوش أي سلطة بالمعنى بتاعنا اللي موجود دلوقتي غير إنه عالم مجتهد يقدر يفسر النصوص الشرعية ويطلع منها حكم. وده ببساطة كان معناه إن في قانون كان بيتحط كل شوية من قلب الشارع ومن فقيه أصلا ملوش أي سلطة، لكنه جزء من نسيج المجتمع. الفكرة دي حسب الكتاب كان بيترتب عليها نتيجة مهمة. النتيجة الأولى كانت مرونة التشريع وتطوره المستمر بتطور الحالة العامة للشارع واختلافه باختلاف المكان والزمان، وده بدوره كان بيطلع نتيجة تانية، وهو إن التشريع اللي بيطلع كان بيبقى قريب من عامة الناس وبيبقوا مستأنسين بيه. وعشان تفهم النظام ده كان ناجح قد إيه فأحب أقول لك إن هو فضل مستمر لحد انتهاء المحاكم الشرعية من فترة قريبة في نهاية القرن ال19 لما بدأت الدولة العثمانية تغير في أنظمة التقنين بتاعتها، ولما بدأت المحاكم المختلطة تظهر في مصر. وده من ضمن الحاجات اللي تخلينا نرجع تاني ونبص الفكرة زي تجديد الخطاب الديني، الفكرة اللي بتضيع في معناها ما بين مؤيد ومعارض وواحد ثالث ما يعرفش معناها أصلا. لأن تجديد الخطاب الديني بمفهومه المتعارف عليه دلوقتي إن الدين يتحط في فاترينا كده ويتبص عليه كجزء من المجتمع، يحترم لكن مش صالح لكل زمان ومكان، زي ما قال الدكتور محمد الخشت في مناظرة ليه مع الدكتور أحمد الطيب. ودي الرؤية الأولى، واللي بتكون قصاد رؤية تانية
رؤية معارضة بالكامل لأي نقد أو إعادة للنظر في الأحكام الفقهية، والإصرار على تطبيق الأحكام والاجتهادات دي بنفس الشكل اللي صدرت بيه وقت ما نزلت، حتى لو كانت من 1000 سنة، وبغض النظر عن السياق اللي صدرت فيه، السياق اللي ممكن يكون اتغير مليون مرة عادي، ومع تجاهل تام إن الزمان والمكان بقوا مختلفين وبقوا محتاجين فتوى جديدة. مش بتخالف الأصول الدينية لكنها مرتبطة أكتر بالظروف المحيطة، زي الأعراف مثلا لو ما كانتش فاسدة شرعا مثلا يعني. أصل أنت عندك مصادر فقهية كتير تطلع منها الحكم طبعا بعد القرآن والسنة. المهم يعني ما بين النظرة الأصولية المتمسكة بالأحكام بغض النظر عن سياق إصدارها، والنظرة التانية الحدثية المتجاهلة بالكامل، بيضيع جوهر التجديد الحقيقي، التجديد اللي لازم يحصل عشان يرجع الدين مرتبط بروح الشارع والمجتمع، ويحقق المقاصد الأصلية والجوهر الحقيقي لفكرة الشريعة. وما بين ده وده والدوشة اللي شغالة دي بتيجي الدولة الحديثة أو الدولة المركزية وتسحب سلطة التشريع من إيد الاتنين دول، تقول لهم بس سيبوا لي بقى سلطة التشريع دي طالما مش ناويين تتفقوا. عندها حق والله. بعد بقى كل اللي احنا بنقوله ده، المفروض نسأل نفسنا سؤال: هل سلطة التشريع في إيد الدولة تعتبر حاجة كويسة؟ جوستاف لوبون في كتابه روح السياسة كان من أوائل الناس اللي سألوا السؤال المكهرب، لكن السؤال ما كانش هل نسيب للدولة سلطة التشريع ولا لا، دي مش هتفرق كتير. السؤال اللي كان بيسأله هل الآلية اللي الدولة بتشرع بيها هي أفضل طريقة؟ سنة 1789 وبالتحديد في فرنسا قامت واحدة من أهم الثورات في التاريخ، الثورة الكبرى أو الثورة الفرنسية. ثورة مش بس غيرت تاريخ فرنسا، دي غيرت تاريخ أوروبا كلها، بل غيرت تاريخ العالم كله. المميز في الثورة دي إن هي ابتدعت نظام جديد مختلف تماما لفكرة الدولة، وده لأن وقتها كان عندك حالة من الفساد المستشري في المنظومة كلها، وخصوصا المنظومة القضائية اللي القاضي فيها كان بيحكم بمزاجه والقوانين فيها سايحة زي الشرب، والناس حقوقها بتضيع وخلاص جابت اخرها. وده اللي خلى حد زي نابليون مثلا سنه 1804 يجي ويحط حاجه جديده تماما في النظام التشريعي. النظام ده هو سيستم التقنين او الكودينج، وده نظام بسيط جدا بيصنف القانون كمجموعه من المواد، وكل ماده بتتقسم لمجموعه من الفقرات. ايوه بالظبط، هو النظام اللي احنا كلنا ماشيين عليه دلوقتي. تخيل بقى ان النظام ده تقريبا ما كانش موجود قبل نابليون. الفقيه او القاضي الشرعي عندنا ولحد نهايه القرن ال19 كان بيحط الفتوى ويرفق الفتوى دي بالردود والاساليب الشرعيه بتاعتها وازاي جت، والقاضي اللي بيحكم بيها بيبقى دارس كل ده وفهمه كويس قوي قبل ما يصدر الحكم. اصلا ما ينفعش القاضي يكون مش عارف يطلع فتوى، كان لازم يكون عالم مجتهد زيه زي المفتي اللي كان بيطلع الفتوى من شويه. انما نظام التقنين الجديد اللي حطه نابليون ده كان حسب كلام دكتور وائل حلاق هو لا تناقش ولا تجادل، النص بيقول في حاله كذا اعمل كذا، خلاص انتهى. ممكن نحاول نفسره، ممكن نطبقه باكتر من شكل، لكن مازال مش بنفس مرونه القضاء الشرعي. بل خد بالك ان هو معمول اصلا عشان بقدر الامكان نقفل الباب ده، لاننا يعني وبصراحه كده مش واثقين قوي في نزاهه القاضي. ده نابليون اللي بيقول مش انا. الحقيقه يعني ما نقدرش نقول ان ده كان شيء سيء قوي، بل بالعكس، النظام ده ادى نوع من الشفافيه والثبات والتوحيد في الاحكام اللي طالعه من المحاكم المختلفه، وخفف شويه من الحاله الجدليه اللي كانت بتبقى ما بين الفقهاء، لانه كان بيأيد القاضي عن اي شكل من اشكال الفساد وبيلزمه بحكم معين في حاله توافر شروط معينه. وده اللي القانونيين بيسموه النظام اللاتيني، واللي موجود في دول عربيه كتير ومن ابرزهم مصر. النظام اللي نصوصه بتكون مكتوبه على الورق وواضحه وصريحه، والقاضي في النظام ده سلطاته بتكون متأيده في حدود ضيقه قوي وما يقدرش يخرج عنها غير برضه في حالات محدده نص عليها القانون. يجي لي حد دلوقتي ويقول لي طب ما حلو ده، فين المشكله؟ المشكلة حسب كتاب روح السياسة كانت في فكرة النصوص المتشرعة بشكل يدوي، واللي على عكس الأسلوب الشرعي اللي كان بيجي من تفاعل الفقهاء مع المجتمع، فالتشريع هنا بيجي من فوق، بيجي من مجالس نيابية ومن الحكومة والرئيس في بعض الأوقات، وده بيخلي عملية تطور القوانين دي تبقى أبطأ بكتير، لأن عشان تنزل تشريع جديد لازم تكون المشكلة اتفشت في المجتمع لدرجة إن هي طلعت للناس اللي فوق، لازم ريحة الجثة تطلع من الآخر وخلاص، لازم تدخل سريع عشان تتحل، وده حسب الكتاب كان بيتسبب في مشكلة. المفروض ان القوانين بتعتبر نتيجه لفلسفه المجتمع، بمعنى ان واحد زي نابليون لما جه يحط القانون المدني سنه 1804 هو ما حطش قانون جديد غريب عن الناس، هو بس جمع شويه الاعراف اللي الناس اتعودت عليها في تعاملاتها وجمعها في كتاب واحد، وظبط الصياغه بتاعه الكتاب ده بنفس نظام التقنين اللي احنا لسه قايلين عليه، الماده 1 كذا، الماده 2 كذا، الماده 3 كذا يعني، وهكذا. لكن خد بالك زي ما قلت لك، نابليون هنا ما حطش قانون جديد، هو مجرد عمل له صياغه بس، وده ببساطه هو اللي خلى القانون اللي هو حطه ده يتقبل عند الناس، لانه ما جابش حاجه غريبه عليهم. وده برضه اللي بيخلينا نفهم ليه كل دوله بتحط قوانين مختلفه عن غيرها، وليه ما ينفعش تاخد قانون دوله تانية وتنفذه عندك كده زي ما هو، لان ببساطه القانون بيعتبر انعكاس لافكار المجتمع ده واعراف، ولحد هنا برضه مفيش مشاكل. المشاكل بتبتدي لما الاعراف دي مع الوقت بتبتدي تتغير، تجد مشاكل ما حصلش في التعامل فيها اي عرف الناس عارفاه، هنا بقى المشرع بيبقى مضطر ان هو يتدخل ويحط قانون جديد. ولاحظ ان انا بقول لك انه بيحتاج يحط قانون جديد من الاول، وده بقى
اللي بيسبب المشكله، لان حسب كلام لوبون ان لو ما حصلش استئناس من الناس بالتشريع الجديد ده فهو محكوم عليه بالفشل. شوف امثله حاجه زي كده في قوانين زي منع زواج القاصرات مثلا، اللي بيتم التحايل عليه في الارياف والبدو والصعيد ولحد النهارده، لانه ببساطه مخالف لاعراف مجتمعهم، وما تقدرش تجبرهم ان هم يغيروا ثقافتهم كده بجره قلم ولا بتصويت شويه نواب في البرلمان. او مثلا حاجات زي الاخذ بالطار او ختان الاناث اللي طول الوقت بيتعمل عنها افلام ومسلسلات وحملات للتوعيه والفترات طويله، وبرضه وبعد كل ده لسه ليها اثر في المجتمع. يا عم بلاش، خلينا نرجع لمثال الكلب اللي قلناه في اول الحلقه. تخيل انك رحت تعمل محضر في جارك عشان مموت كلب عندكم في الشارع. غالبا امين الشرطه اللي قاعد مش هياخدك جد اصلا، ممكن يقعد يتريق عليك هيقول لك انت عايز تحبس الراجل وتحرمه من عياله عشان كلب. وتقريبا اغلب اللي بيتفرجوا هيضموا صوتهم لصوت الراجل ده. انت فعلا عايز تحبس الراجل عشان موت كلب؟ وبغض النظر عن صحه او خطا راي زي كده، يعني مش ده موضوعنا اصلا، بس ما هو ده مثال واضح على فكره ان الناس مش مقتنعه اصلا بالنص المحطوط ده، اغلبيتهم على الاقل. تالي في اغلب الوقت اكيد مش هيطبق. وشوف النص من الكتاب نفسه وهو بيقول لك: ومن جانب اخر نرى ان الحكومه نفسها تعدل عن قوانين يتعذر فيها التطبيق بسبب خرق جميع الناس لحرمتها، ولان الجرم اذا عم فانه ينقلب الى حق. والمشكلة ما بتقفش لحد هنا، لأن في قوانين تانية قال عليها لوبون مش بس كانت بتلاقي تجاهل من المجتمع، دي كانت بتتسبب في إن الأمور كانت بتزيد سوء، وده لأنها كانت تعتبر تدخل صريح في مواجهة قوانين طبيعية. قوانين طبيعية زي العرض والطلب وندرة الموارد الطبيعية وغيرها كتير، واللي في الآخر بسبب تدخل الحكومة فيها بتلاقي نفسها واقعة في مشكلة أكبر بسبب التشريع اللي حطته، وبدل ما كانت بتحاول تحل المشكلة دي تلاقي نفسها كبرتها. واكبر مثال على كده مشكله قانون الايجار القديم الموجوده في مصر اللي بقى لها اكتر من 60 سنه المشرع مش عارف يتعامل معاها. القانون ده وقت ما اتحط كان هدفه انه يحل مشكله الاسكان ويمنع تعنت اصحاب العقارات في مواجهه المستاجرين الغلابه. قال لك انا هخلي العقد لمدى حياه المستاجر وهديله شويه صلاحيات استثنائيه تحميه، لان المفروض ان هو الطرف الضعيف في عقد الايجار وممكن في اي وقت صاحب البيت يطرده. لكن اللي حصل بعد كده كان كارثه اجتماعيه ترتب عليها ازمه الاسكان اللي حصلت في عهد السادات، واللي كانت ببساطه بسبب ان الناس بطلت اصلا تاجر الشقق بتاعتها، هي بطلت تبني اصلا انا ليه ابني بيت عشان يجي واحد يحتكره لمدى الحياه وما اعرفش امشيه؟ وحتى بعد ما المحكمه الدستوريه حكمت بعدم دستوريه القانون ده، وحتى بعد اصلاحات القانون اللي اتحطت في التسعينات وكل التعديلات اللي بيعملوها عشان يخففوا من اضرار القانون ده، ما زالت اضراره لسه موجوده ولحد النهارده. هنا لوبون كان بيقول ان سلطه الدوله في تشريع القوانين لو تمت اساءه استخدامها فهي مش بس بيترتب عليها تجاهل للقانون اللي اتحط واعتبره حبر على الورق، لا ده كمان بيترتب عليه كوارث لو كان بيخالف بشكل فج قوانين طبيعيه زي قوانين الاقتصاد الحر او القوانين الخاصه بالتعامل بين الناس. ماشي، كل ده تمام، بس انا برضو مش فاهم انت عايز تقول ايه؟ لو رجعنا لكتاب روح السياسة تاني وبالتحديد فصل الحكومية، هنلاقي إنه اتكلم عن مشكلة تانية في الوعي الجمعي للمجتمعات الحديثة. قال لك إن أيا كان التيار اللي بتتبعه، يساري أو يميني، اشتراكي أو رأسمالي أو حتى ملحد، أيا كان الاتجاه اللي بتتبعه فأنت بتؤمن بسلطة الدولة عليك وقدرتها على حل المشكلة أيا كانت هي إيه. ببساطة أكيد سمعت قبل كده حاجات زي هي الدولة فين من اللي بيحصل ده؟ هو مفيش قانون يوقف المهزله دي؟ الجمله دي انت ممكن تسمعها من اي حد ايا كان الاتجاه اللي بيتبعه، الا يعني لو كان اناركي او من الهيبز، انا مش موضوعنا دلوقتي. وده اللي خلى لوبون يعتبر الحكوميه هي دين المواطن الحديث، يعامل فيه الدوله كانها اله مسؤول عن كل المشاكل اللي بتحصل ومسؤول عن حلها. وهنا انا مش بقول انها مش مسؤوله، انا عايز اوصل نقطه ثانيه، بلاش غباوه. بناء على كده ولو رجعنا لنفس الفكره اللي قلناها من شويه، فكره ان الدوله ومع كل مشكله تظهر بتشرع قانون، فببساطه ده رد فعل طبيعي من الدوله للحاله العامه اللي هي شايفاها من الناس. تقول لي تمام، فين بقى المشكلة؟ المشكلة بتكون في نتائج القانون اللي بيطلع. لوبون كان بيقول إن أي حكومة بتكون مؤقتة، وده بيخليها مش هتهتم غير باللي الناس عايزاه دلوقتي وفي أسرع وقت، وبغض النظر عن أي نتيجة ممكن تطلع من القانون ده. ليه؟ لأن ببساطة أنا كده كده همشي، والكارثة هتظهر وقت ما أبقى أنا مش موجود في الحكم. عبد الناصر مثلا كانت الناس بتتغنى باسمه بسبب قانون الإيجارات ده وشويه قوانين تانية يعني، لكن المشاكل بتاعه القانون ده ما ظهرتش غير في عهد السادات، وبسبب الخوف من حصول الكارثه في عهدها فهي بتتدخل في تشريع القوانين دي سواء كانت اقتصاديه او اجتماعيه، زي المسلسلات اللي بتدعم الحاله العاطفيه للمجتمع بخصوص الفئات المستضعفه زي المراه مثلا، وفي لحظه بتلاقي قانون جديد نازل بيتناول المشكله دي حاجات المشرع بيكون مضطر ان هو يتعامل معاها حتى لو مش مقتنع بيها عشان بس يقدر يتعامل مع الحاله العامه للمجتمع، لان زي ما قلنا فالقانون ما هو الا انعكاس لرؤيه المجتمع وقناعاته، واصطدام القانون بقناعات المجتمع ده ما بيتسببش غير في التحايل عليه او في فقاعه بتنفجر في وقت ما بيبقاش في حد مستعد ليها.
اللي عايز اقوله اننا كمجتمعات بقينا مدمنين على اسهل الحلول وافشلها. قانون جديد، بقينا نؤمن زي ما قال لوبون بان الدوله هي الاله القادر على كل شيء، وهي عشان تهدي الراي العام اللي زي الجمر بترمي لنا قانون جديد على مزاجها، وممكن يبقى فيه زيه اصلا قبل كده، وغالبا برضه بيكون مش مدروس وبيتسبب في كوارث اكبر، زي ما شفنا في قصه الايجار القديم، او زي ما بيحصل بسبب كتير من قوانين الاسره اللي اتحطت في بدايه الالفيه، واللي ترتب عليهم حاليا كوارث كتير وحاله من الاحتقان والغضب في الشارع ما بين الشباب. لكن المشكله ان القانون عمره ما كان نقطه البدايه، القانون دايما بيكون نقطه النهايه، هو التتويج لمجتمع وصل لمرحله من النضج الاخلاقي والعرفي، فبيجي القانون عشان يصيغ وينظم النضج ده زي ما عمل نابليون كده. اما لو المجتمع نفسه مشوه اجتماعيا واخلاقيا فطبيعي هتلاقي قوانينه مشوهه وغير صحيه، لانه لو حاول يفرض اخلاق او ثقافه جديده على المجتمع مش مستعد ليها ببساطه هيتحول لمجرد حبر على ورق او لقنبله موقوته. عشان كده لما نرجع للحديث اللي المفروض كنا نبدا بيه اي مشكله او كلام عن الاصلاح، حديث انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق، بنفهم ان نقطه البدايه الحقيقيه مش في تغيير ماده في الدستور او في تشريع قانون جديد. رسولنا نفسه لما بعث في قومه ما جابش ليهم قانون جديد يمشوا عليه، بل جاب قوانينهم اللي هي بالفعل موجوده وكمل نواقصها وحكمها بضوابط، جاب اخلاقهم ومحاسنهم وحطها في اطار منظم يركزوا عليه، وده كان من ضمن اسباب تقبلهم ليها بالمناسبه. وحتى حاجات زي تحريم الزنا او شرب الخمر او العنصريه خدت مده طويله قبل ما تتشرع، 15 سنه تقريبا بيربيهم وبيعلمهم قبل ما ينقل للمدينه وقبل ما ينزل اي تشريعات بالشكل ده. فلو عايز توصل لنقطه البدايه وتخلي الدوله تحط قوانين كويسه لازم تغير روح المجتمع الاول وتعلمه وتوعيه، ولما تعمل ده الاول ساعتها بس مش هنحتاج نص القوانين الموجوده دي اصلا. ولما نحتاج قانون جديد هيطلع مننا شبهنا والكل هيحترمه، مش عشان هو خايف من العقوبه لكن عشان هو اصلا مقتنع بيه. وللاسف زي ما دي اداه كويسه ممكن تستخدمها كتمهيد في انك تحط قوانين تعالج، زي ما ممكن تعمل كل ده بس بالعكس وتبوظ المجتمع بيها وتجيب بعدها اي قانون يعجبك، وكل لبيب بالاشاره يفهم. بسلمني على سندس. ها بس كده، انا عمرو جميل وده على الورق. سلام عليكم.